عمرك خدتي قرار كبير مش لأنك جاهزة، لكن لأنك كنت عايزة تهربي؟ القصة دي مش عن بنت واحدة، هي عن ناس كتير يمكن نكون احنا منهم. بداية القصة كانت عن بنت عادية جدا، مش مدللة ولا ضعيفة، بس كانت مخنوقة. بيت كله قوانين وكل حاجة لازم تتعمل علشان الناس ما تقولش وما تتكلمش. كبرت وهي حاسة ان مفيش مساحة ولا صوت ولا اختيار. مع الوقت فكرة الجواز بدأت تكبر جواها، مش كحب لكن كهروب. ظهر شخص كلامه هادي ووعده كبير، قال لها هترتاحي معايا وهي صدقت، مش لأنه مميز لكن لأنها كانت تعبانة. الجوازة تمت، والباب اللي كانت فاكرة انه نجاح طلع باب تاني. بس لما دخلت اكتشفت ان الخروج منه مش سهل. طلبات اكتر، ضغط اكتر، ووحدة اكتر. بس المرة دي مفيش بيت اهل ولا مساحة ترجع تحتمي فيها. في ليلة هادية كل حاجة كانت ساكتة ما عدا صوتها من جوه. سألت نفسها سؤال واحد: أنا كده هرتاح ولا بنقل الوجع من مكان لمكان؟ وهنا فهمت الحقيقة الصعبة. المشكلة إنها ما كانتش واقفة على رجليها ولا مستقلة ولا عارفة هي عايزة إيه. كانت بتهرب مش بتختار. بس هي ما استسلمتش ولا اختفت، لكن قررت إن أي خطوة جاية لازم تكون وهي أقوى مش أضعف. يمكن تكون دي مش قصتك، بس أكيد فيها حاجة شبهنا. لو حسيتي بكده استني قصص تانية هنتكلم فيها عن قرارات بنفكر فيها كلنا بس مش دايما بنعترف بيها. ولو حابة تسمعي القصص دي أول ما تنزل اشتركي في القناة وسيبي رأيك في تعليق، يمكن صوتك يفرق مع حد تاني.